السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد طريقة ديال صابلي سهل اقتصادي وفي نفس الوقت كيخرج كمية كثيرة وإن شاء الله غتكون هذه أساس للعجينة ديال الصابلي. وتقدروا نتوما تضيفوا له أي منكه أو أي إضافات بغيتوا تضيفوا لها. المهم هذا عجين صابلي وكيخرج كمية كثيرة. ندوزوا على بركة الله نشوفوا المقادير والطريقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه صابلي. العجين ديالها كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف هاد الطريقه، وفي نفس الوقت كتنجح وكتعطي واحد الكميه كبيره من الصابلي اللي تقدروا تشكلوا منه عده اشكال من هاد الصابلي. ندوزو نشوفوا المقادير على بركه الله. هنا درت واحد نص كيلو ديال الزبده. الزبده نتوما عندكم الخيار انكم تستعملوا الزبده المارغرين او الزبده تاع الاكل. انا هنا استعملت الزبده ديال المارغرين. درت نص كيلو، درت مع واحد القبصه ديال الملح هنايا في القصريه. درت واحد رابعه ديال السنيده. السنيده هنا رقيقه، لما ما كانش عندكم رقيقه تقدروا تطحنوها شويه او ديروا سكر كلاصي، فانا عندي السنيده رقيقه بزاف. غادي نضيفها لهاد الزبده وغادي نخدمها مزيان حتى تولي بوماد. من بعد كنحتاجوا لواحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت عامر مزيان، الزيت العاديه كيعطيه واحد القرمشه. هاد الزيت مع صابلي كيعطيه قرمشه هائله. وكنحتاجوا لواحد 4 البيضات لان المقادير مدوبله. بغيتوا ديروا رابعه راه غادي ديروا نص كاس الزيت وجوج البيضات وربعه الزبده ونص ربعه ديال السنيده. الدقيق كيبقى على حسب الخليط، على حسب الحجم ديال البيض وحسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. غادي نخدم انا هاد الزبده اللي هي بحراره المطبخ والسنيده مزيان حتى يتخلطوا لي ويوليو بحال البوماد. من بعد غنضيف الزيت، من بعد غنبقى نضيف البيض ببيضه بيضه. فإلا كانت الزبده خارجه من الثلاجه فكتجيكم ساهله انكم تخدموها. حاولوا انها تكون بحراره المطبخ، خصوصا الا كان هذا الحال سخون راه دغيا كتذوب. الزبده ديالي شربات لي السنيده كلها هي هذه. غادي نضيف لها الزيت في نفس الوقت، غادي نخدمه مزيان حتى يشرب ايضا حتى هو هذا الزيت السنيده حتى هو يشرب مزيان. ها هو بدا كيشرب الخليط ديال الزيت، شفتوا كيضاعف حتى الحجم ديال الزبده. هاد المرحله اللي كنقول لكم دابا راه مهمين بنجاح صابلي باش يصدق لكم، لانه ضروري كل حاجه نعطيوها وقت في الخدمه ديالها باش تشرب الصابلي يجينا مزيان. ايضا غنبقى نضيف بالبيضه يعني نضيف بيضه ونخلط حتى تشرب، ومن بعد نضيف بيضه اخرى. انا ما وقفت لكمش الفيديو باش تشوفوا المراحل كلها ديال هاد الصابلي، ما غاديش نقطعوا لكم. هانتوما كيفاش كتشوفوا الخليط كيبدا يكثر عندي وكيبدا كيشرب مزيان، كيولي بحال لاموس كريم. هاد العجين ديال الصابلي اللي عطيتكم فهي عجين اساسيه خليوها عندكم. من بعد كتبقاو تضيفوا ليها النكهات وتنسموها باش ما بغيتو. يعني الوقت فين كنضيفوا الدقيق، مثلا بغيتو تنسمو بالكوك
او تضيفوا بودره اللوز كتضيفوها هي الاولى وكتبقاو تجمعوا بالدقيق. يعني كتكتفوا ب 100 غرام مثلا ديال الكوك او 100 غرام ديال اللوز بودره، او 100 غرام ديال المايزينا، حتى ديال المايزينا حتى كيجي هائل. المهم هذا اساس العجين ديال صابلي، هو هذا اللي كيتكون غير من الزبده والزيت. ها نتوما كيما كتشوفوا الخليط عندي كيف كيولي. غادي نكمل هاد 4 البيضات ديالي. البيض كيكون معروف بانه جديد لان هنا كيتباع مكتوب فيه التاريخ، يعني كتكوني متاكده بانه جديد، اولا حاولوا ديروا البيض فشي زلافه وتبقاو تخدموا فيه. هانتوما كما كتشوفوا الخليط ديالي كيفاش ولا بعد ما خدمته مزيان. شفتوا؟ غادي نزيد اخر بيضه اللي بقات ليا هي اللي غادي نضيف صافي، وغادي نجمع بالدقيق. هنا ما كنضيفش الخميره لان البيض حتى هو كيساعد على انتفاخ الصابلي لانه كامل، فبلاش ما نديروش سميتو الخميره، كيجي رقيق وكيجي زوين. صافي نبقاو نجمعوا دابا بالطحين بشويه بشويه حتى نعصروا على واحد العجينه تكون رطبه وما تتلصقش في اليد. يعني واحد العجين كيكون رطب في نفس الوقت. ها هو يعني انا الخليط ديالي كله شرب. غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا عندي كيلو ديال الدقيق، انا غادي نشوف شحال غادي يهز ليا هذا الخليط، لان كل مره كنجيب نوع تاع الدقيق فما كيكونش النوعيه كلهم بحال كاين اللي كتشرب كاين اللي ما كتشربش. المهم انا غادي نستمر معكم بحال هكا نجمع معكم الدقيق مزيان. الفيديو غادي يكون طويل شويه لانه فيه الطريقه كلها، يعني ما قطعتوش. يعني بعض الاخوات كيصدقش لهم صابلي، فمن الاحسن الواحد يشرحه من الاول حتى الاخر. هنا اكيد راه باقي خاصني الدقيق. هنا انا كيلو ما طلقتوش كامل، يعني راه تكون باقي لي فيه واحد 200 غرام. المهم انا ضروري غنبقى نجمع بيدي ونزيد في الدقيق. باقي الدقيق خاصني، يعني انا ها هو كيلو غادي نكملو كامل. نتوما الا جاتكم المقادير كثيره فتقدروا انكم تقسموا المقادير على 2 او على 3 ولا 4. تقدروا ديروا غير نص ربعه ديال الزبده في بيضه واحده في 4 كاس ديال الزيت، حتى هو راه غادي يجيكم مزيان. بالنسبه للاخوات اللي ما تيبغوش الحلوه بزاف، فانا عندي مناسبه هنا فغادي نخلطها مزيان بحال هكا. هنا كيلو ديال الدقيق كله وبقى خصني، يعني ما كفانيش، غادي نزيد دقيق. كيف ما قلت لكم الدقيق غيبقى على حسب الخليط. صافي انا غادي نبقى نجمع بحال هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. يعني انا وصلت لواحد المرحله قربت نسالي فيها، بقى واحد شويه ديال الدقيق نزيدو وغادي تجمع ليا صابلي ديالي. غادي نوريكم كيفاش خصو يكون. قطع لكم واحد شويه. هنا ها هو جمعت العجين ديالي بهذا الشكل، ها هو يعني رطب في نفس الوقت وما كيلصقش في اليد. ها ولو كنخشيو صباعنا وداكشي ما كيلصقش، فهذا كيدل على ان العجين ديالنا راه صافي بارك عليه. غادي نقسم هاد العجين على واحد 5 حتى 4 يعني حتى 6، نخرج منهم 6 الاشكال وغادي نحتفظ فيهم في الثلاجه على الاقل واحد ساعه او ساعتين. من بعد عاد نبدا غادي نوريكم الاشكال اللي غنخدم بهم. فغادي
انا غلفت العجين ديالي في الفيلم الونتيغ، غندخلها للثلاجه نحتفظ بها. انا عجنتها الصباح، في العشيه عاد غادي نخدم بها، وانتم على الاقل خليوها ساعتين الا كنتو زربانين. فانا غادي عجنتها دابا الصباح، في العشيه ان شاء الله نخدم اشكال بها مختلفه ونشاركها معكم. نتمنى يعجبكم هذا العجين ديال صابلي وهذا الفيديو. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا له لايك، تابوناو في القناه ديالي باش دائما يوصلكم جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.